السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايبه لكم فكرتين جمال جدا جدا هيسهلوا عليك في مطبخك حاجات كتيرة قوي. شايفين يا جماعة اللي هي العصارة بتاعة الليمون دي؟ طبعا كلنا بنستخدمها في الليمون، بس النهاردة بقى نستخدمها في تقطيع البلح. احنا عارفين تقطيع البلح بيبقى حاجة مملة قوي وزهق قوي وبيوجع الايد، وبتبقي عايزة تعملي ايه ازاي بأي طريقة ما انتش عارفة. شايفين؟ مجرد ما بتحطيها جواها وتدوسي عليها بتتفتح على طول. بيبقى سهل قوي بقى، خلاص تفتحي البلحة وتطلعي النوايا من جواها وتحطي في كيس زي ده. هتحطي في كيس ليه؟ لو عايزه تكسري البلح اكتر. يعني في ناس بتحب تكسر البلح مش نصين، يعني بتحب تكسره اكتر من كده. لكن لو انت عايزاه خلاص هي النصين بس، بتحطيه في الحاجه اللي انت هتغسلي فيها على طول. اهو شايفين؟ دوسه واحده فتحت لك البلحه من فوق، تروحي حطاها كده بمنتهى السهوله مفصصاها وحطاها في الايه، في الكيس. انا حاطه في الكيس عشان اوريكم اعمل ايه تاني دلوقتي. اهو هعمل لكم كذا واحدة قدامكم عشان تشوفوا. شايفة البلحة ناشفة طرية كده كده هتتعمل، تحطيها بالطول تحطيها بالعرض زي ما انت عايزة. يعني شوف انا عاملة البلحة بالعرض المرة دي، المرات الاولى التانية كنت عاملاها بالطول. المهم ان الدوسة الحتة اللي تحت دي بتاعة العصارة تروح نازلة على راس البلحة. اهو لك واحدة كمان اهي. شايفين البلحة؟ حطها بقى كده بأي طريقة. أنا بعمل ببطء طبعا عشان تشوفوا، لكن عادي بعد كده انتي بتسرعي جدا جدا، الموضوع مبياخدش معاكي ثواني يعني. هجيب بقى الشاكوش. هو ممكن تعملي بالشاكوش من البداية، بس مشكلة الشاكوش ان هو بيفتفت البلح قوي. يعني تنزلي بيه على البلحة كده تدب عليها، وهنشوف مع بعض دلوقتي بيخلي البلحة تتكسر جامد. يعني شايفين؟ مجرد ما كده، في ناس، انا كنت بعمل قبل ما اعرف فكره العصاره دي كنت بعمل بالشاكوش. الشاكوش ده لازم يكون في مطبخك، ما ينفعش ما يكونش عندك الشاكوش ده. مش قادره اقول لكم استخداماته كتيره كتيره قد ايه. كنت بقول انا هجيبه اعمل بيه ايه يعني، لكن بصراحه بعد ما جبته لقيته مهم قوي قوي قوي، وحاجه مش غاليه ولا حاجه. اهو بصوا بقى انا بعمل اهو بالشاكوش، بس زي ما بقول لكم ممكن يفتفتهولك جامد. لكن فكره العصاره الليمون دي بصراحه طلعت فكره هايله جدا جدا يعني. اهو الشاكوش سريع. ممكن ترصي بقى، يعني ممكن تجيبي البلح وتروحي رصاه كله كله جوه الكيس، وتنزلي بقى ايه بالشاكوش دب 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 عليهم كلهم، وتفتحي الكيس بقى وتفصصي. لكن زي ما بقول لكم هو بيفتفت البلح زياده عن اللازم، وانا مش بحبه متفتفت قوي. اهو خلصنا الكميه. لو احنا عاملينها بقى وعايزين نكسره اكتر، يعني شايفين هو كده يعتبر انصاص انصاص كله. الكيس ده حلو قوي على فكرة. الأكياس دي اللي بتيجي فيها ساعات ملابس ما تبقوش ترموها، اللي هو فيها زي سوستة من فوق، ما ترموش الأكياس دي، حلوة جدا. شايفين هنا بكسر البلح زي ما انا عايزة، يعني زي ما تحبي. اهو الكيس ده هايل يا جماعة، ما تبقيش ترميه، ده كنز معاكي. ده كمان لتخزين الخضار في التلاجة بيبقى تحفة وروعة جدا يعني بصراحة. وكده تاخدي البلح تغسليه وتكملي الخشاف بتاعك. ويلا بينا نشوف الفكرة التانية. هنا طبعا كلنا طاسة الزيت دي مأزمانا ومضايقانا، وانا بالذات يا جماعة في الزيت وطاسة الزيت دي بكرهها جدا جدا. مش بعرف انضفها بسرعة بصراحة ولا كتير، دايما بسيبها بقى لما تجيب اخرها وارميها بصراحة لان بتضايق قوي من طاسة الزيت دي. طبعا ان احنا نرمي الزيت في الحوض دي كارثة، كارثة. الدهون دي كلها بتلف على المواسير وبتكتم لك الحوض، كل شوية والتاني تكتم لك الحوض. فطبعا احنا هنجيب ورقة فويل مستعملة. مش هتجيبي فويل من عندك من اللي مش من مستعمل ولا حاجه، لا، استخدمتي ورقه فويل ولسه زي ما هي ما فيهاش اي حاجه، شيليها. اوعي ترميها، اوعي ترمي ورق الفويل المستخدم. وتجيبيها تحطيها كده عند البلاعه، وتعملي كده زي حفره كده فيها، ونعمل نرفع الجوانب علشان الزيت ما يتدلقش منك في الحوض. وهندلق الزيت في الفويل ده. اهو كله كده. طبعا مهما كانت الطاسه كبيره حطي بقى عادي وتوسعي ورقه الفويل. هنلم بسرعه الفويل كده على بعضه، تطبقي كده علشان ما يقعش. بس كده الزيت في امان الله، ولا هيقع ولا هيجرى له اي حاجه. وكمان لما تحطيه في باسكت الزباله، انت كده بتساعدي الناس اللي بياخدوا الزباله ويفرزوها وياخدوا الحاجه، بيبقى الموضوع سهل. بيعملوا اعاده تدوير للاوراق، اعاده تدوير البلاستيكات، يبقى انت كمان ساهمتي في حاجه جميله جدا جدا وحافظتي على نظافه البيئه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولايك بقى.